امبارح حسيت ان انا قلبي وجعني جدا جدا، عندي مشكلة شديدة في التنفس، مش عارفة اخد نفسي خالص. فجيت على طوارئ هنا، هم عملوا لي الكشوفات اللازمة وعملوا لي تحاليل الدم، فلقوا الدي دايمر مرتفع، لقوا انه مكونات الدم نازلة، الصفايح، الهيموجلوبين، البوتاسيوم كمان كان نازل، يعني حاجات كتيرة قوي نازلة. فبتلزم ان انا اعلق البوتاسيوم ده، ما بتعلقش الا في الرعاية، والنقل الدم طبعا لازم اكون موجودة عشان ما يحصلش اي رياكشن او حالتي تبقى فيها مشكلة. بس فانا كنت في الطوارئ زي ما قلت لك، فكتبت على خروج على مسؤوليتي الخاصة. فلما روحت البيت لقيت نفسي تعبانة قوي. شيرين محمد، أو الإعلامية شيرين الطحان، وجه أحبته الكاميرا من أول لحظة. هنفتح النهاردة كواليس وأسرار عالم شيرين، نتعرف على أدق تفاصيل حياتها. شيرين مواليد 5 يونيو سنة 76، كانت من الجيل الأول في قناة النيل للمنوعات بالتلفزيون المصري. رئيسة القناة وقتها الإعلامية سلمى شماع، أول لما شافت شيرين قالت لها سمارك يجنن وابتسامتك سكر. اختارتها تكون من أول مذيعات القناة، وده كان سنة 2000. الجمهور يعرفها إنها مرات الحاج حناوي في مسلسل رمضان كريم، كانت أحلى وردة في المسلسل. أصيبت شيرين بالمرض اللعين لمدة 7 سنين، تقريبا ما كانش حد يعرف حاجة عنه إلا هي ووالدتها والدكتور المعالج بس. في أواخر أيامها كانت بترفض أي كلام أو مساعدات من أي جهة تماما. عزة نفس طبعا. اتجوزت شيرين من زميلها بالقناة المخرج أحمد يسري، خلفت منه بنتين. الجوازة دي ما استمرتش كتير بسبب خلافات في وجهات النظر. اشتغلت مع جوزها المخرج في أول أعماله كان فيلم 45 يوم، وبعدين شاركت البطولة في بعض الأعمال التلفزيونية، أهمها رقم مجهول و7 وصايا والركين، والجزء الأول من مسلسل رمضان كريم عام 2017، ومسلسل اسم مؤقت. كما شاركت في أفلام سينمائية منها أعز أصحابه وغيرها. طلع عليها إشاعات أهمها إنها اتجوزت من المخرج سامح عبد العزيز طليق روبي، وإنها اشترطت على سامح إنه يطلق روبي علشان يتجوزها. وبصراحة الله أعلم. عاشت حياتها بهدوء ورحلت بهدوء دون إزعاج لأحد، وده كان فجر يوم الجمعة عن عمر ناهز 47 سنة. وشيعت جنازتها عقب صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الشرباطلي بمنطقة التجمع الخامس. الفنان محمد محمود زعل جدا في الجنازة لعدم وجود زملاء، بس هي راحت للي أحسن من الكل. الله يرحمك يا شيرين.